السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في مرة بلد كبيرة جميلة مليانة بالخضرة والأشجار، فيها ورود وطيور صوتها جميل، وفي كل مكان فيه أنهار. البلد دي كانوا سكانها طيبين وبيحبوا الخير وقلوبهم جميلة، بيقضوا وقتهم في الشغل والعبادة ويومهم مليان سعادة. وفي وسط البلد دي كان في مسجد كبير كل الناس بتحب تزوره، كان مليان بالهدوء وراحة البال، والكبير والصغير على طول بيروحوه. البلد دي بناسها الطيبين ما كانوش بيضايقوا حد أبدا، واللغة اللي ما بينهم هي الطيبة، وبيحبوا لبعض الخير دايما. وفي يوم صحيوا أهل البلد الصبح على دوشة عالية حواليهم. لما خرجوا يشوفوا ايه اللي بيحصل، لقوا ناس غريبة داخلين عليهم. الناس دول مش من البلد وطريقتهم مختلفة عن سكانها، بيزعقوا وبيكسروا في البلد وبيقولوا انهم هياخدوها من اهلها. اهل البلد كانوا مخضوضين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. كل الاطفال كانوا بيعيطوا وجريوا بسرعة يدخلوا على بيوتهم، لكن الناس اللي دخلوا عليهم ما خلوش حد يرجع بيته. قالوا لهم انهم ملهمش مكان في البلد وكل واحد يمشي بأسرته، وقالوا لهم لو ما مشيوش هيتخانقوا معاهم ويخرجوهم بالعافية. أهل البلد كانوا مصدومين وكل أهلها ملامحهم كانت خايفة، لكن بالرغم من خوف أهل البلد هم قرروا يدافعوا عن أرضهم، وقالوا لهم بصوت عالي إن ده مكانهم ومحدش يقدر يمشيهم. لما سمعوهم الناس اللي دخلوا عليهم كانوا غضبانين جدا، وقرروا يتخانقوا معاهم ويطردوهم من بيوتهم وما يرجعوش أبدا. لكن البلد دي بتاعت أهلها اللي مش قادرين يسيبوها، وكانوا متمسكين بكل حاجة فيها وقرروا يقعدوا ويحموها. أهل البلد كانوا للأسف أضعف بكتير من الناس اللي هجموهم، وكل يوم بيصحوا الصبح يحاولوا تاني من البلد يخرجوهم. فضلت خناقاتهم وقت طويل جدا ومحدش راضي يمشي منها. أهل البلد حلمهم يرجعوها، والناس دول عايزين هما اللي يعيشوا فيها. وبالرغم من إن المدة طويلة جدا، إلا إن أهل البلد متمسكين بيها، لأنهم عارفين إنها بتاعتهم ومن حقهم وهم اللي هيحافظوا عليها. الناس التانيين ما عندهمش مكان تاني يروحوه وعايزين بلد ليهم، وفاكرين إن من حقهم يطردوا أهلها ويعيشوا وتبقى بتاعتهم. كل الأطفال من أهل البلد عارفين حاجة مهمة مش بينسوها، إن مهما طال الوقت دي بلدهم وبلد جدودهم ولازم هيرجعوها. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتك الحدوتة اضغط اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم، وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.